عادل بن الكاتب جهوي ديال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في جهه طنجه تطوان الحسيمه. اليوم كنا على موعد مع وقفه احتجاجيه، وقفه تنديديه بهذا المشروع ديال قانون 97 15 ديال الحق ممارسه الاضراب. ولكن بعد الدراسه ديالنا ان الفصول البنود ديالو تبين لنا بانه هو قانون تكبيلي تضييقي على حق الممارسه ديال الاضراب، وهو يتعارض مع النص الدستوري، مع الدستور ديال المملكه في الماده ديالو 8. واللي انا الان كنطالب باش ان هذا النص هذا يتعرض على المؤسسه الدستوريه العليا للبت فيه، لانه ما يمكنش الان قانون كيتعارض مع الدستور ديال البلاد. ثانيا، هذه الحكومه للاسف الشديد ابانت من خلال هذه البنود هذا على انها جد تخدم اجنده ديال واحد الفئه معينه ديال ارباب العمل اللي حنا ما عندناش مشكل معاهم. بالعكس، ان هما كيخلقوا فرص الشغل، هما كيساهموا في تنميه البلاد، ولكن في اطار واحد النوع ديال التوازن ما بين كل المكونات. حنا هذا المشروع هذا راه ما كيهمش فقط ارباب العمل، هو كيهم كذلك الدوله، كذلك المؤسسات ديال الدوله، كذلك كتهم كذلك النقابات، كتهم كذلك الاجير، وكتهم كذلك الارباب ديال العمل. بمعنى كاين مكونات خمس اللي هما اساسيين في التركيبه. وبالتالي فاي نص اللي هو الان ما كيراعيش هاد التوازنات كيتخلق فيه اشكالات على مستوى التنزيل وعلى مستوى التنفيذ، واحيانا لا يطبق، كما حدث مع قوانين اخرى للاسف الشديد اللي جبرت الدوله انها مكتوفه، ورغم انها ما قدرش تنزل ديك القوانين على ارض الواقع. ولهذا كنقولوا بان هذه فرصه ثمينه. هذا بعد ما للاسف الشديد حنا استغربنا بشكل كبير كيفاش ان هذه الاغلبيه الحكوميه مرت هذا القانون في البرلمان بواحد السرعه فائقه. كان كيحتاج نقاش عمومي، كان كيحتاج واحد تعميق النظر في البنود ديالو، ولكن للاسف الشديد خرج بعض النسخه اللي كما قلت، النسخه اللي فيها تضييق على الحق الممارسه ديال العمل النقابي، اللي للاسف الشديد ابان بان الان الكره هي عند المجلس المستشارين، عند المسؤولين ديال النقابات، لان دابا الان النقاش مع النقابات الاكثر تمثيليه، النقابات اللي هي حاضره في هذا المجلس 15 ممثل ديال النقابات، وكذلك هم كذلك ارباب العمل. اذا خص يكون واحد النوع، واحد النص اللي يكون فيه كقلنا فيه، ماشي يكون فيه تكبيل وما فيكونش فيه زجر. للاسف الشديد 11 ماده من اصل 35 ماده كلها ماده ديال العقوبات وديال الزجر، وهذا ما عمره كان في شي قانون اللي كيهم واحد الفئه اجتماعيه عريضه اللي هي الطبقه العامله، اللي كتشكل العصب ديال البلد والعصب ديال الاقتصاد ديال البلد. هذه فئات عريضه اللي ساهمت في البناء ديال الوطن، في بناء التنميه ديال الوطن. خصنا نراعيو لها الحقوق ديالها، خصنا نراعيو لها الاشكالات ديالها، خصنا نساهموا جميع اننا يكون هذا القانون هو قانون توافقي باش كل واحد يلقى ذاته داخله ويكون هناك قابل للتطبيق. اما الزجر والعقوبات، وهذه العقوبات كما قلنا كنطلق من 20,000 درهم الى 50,000 درهم على كل من خالف تنزيل وتطبيق المقتضيات ديال القانون. كما قلنا هذا هو واحد النوع ديال اننا غنساو شي حاجه سميتها الاضرابات، وبالتالي غنضعفوا الجسم النقابي اللي هو كان جسم مهم في البناء ديال هذا البلد، في التحرر ديال البلد. وكذلك كما قلنا الجسم النقابي اللي هو الان اللي كيشكل واحد القوه ضاغطه باش يخلق واحد النوع التوازن ما بين هاد المكونات كلها ديال المجتمع. اذا هنا هي لحظه تاريخيه، لا نقول الان هذه الوقفه هي لحظه تاريخيه، خصنا نفهموها مزيان، لان اي قانون اللي ما غادي يكونش كيكون فيه واحد النوع التوافق، واحد النوع التوازن، غادي يكون دائما هو مدعاة للاحتقان الاجتماعي، ونحن في غنى عن الاحتقان الاجتماعي. لانه واحد الوقت غيضطر انه امام كاين هناك ارباب عمل اللي هما
اللي عندهم صفه المواطنه، ولكن كذلك عندهم اللي عندهم صفه الجشع واللي ما كيعطيوش الحقوق للطبقه العامله، واللي للاسف الشديد اللي كيسعوا الى الاستعباد والى الضرب على الحقوق المشروعه. كاين اللي ما كيعطيوهمش الحق ديالهم في لا سينيسيس، كاين اللي ما كيعطيوهمش الحق ديالهم في العطله الصيفيه، كاين اللي ما كيعطيوهمش الحق ديالهم في الزيادات اللي هي منصوص عليها الان دابا في الحوار الاجتماعي، واللي كيجعل بان في اخر المطاف كيكون واحد النوع ديال اذا كيبقى أن العامل اخر المطاف هو انه يحتاج. هذاك الاحتجاج الان غيصبح مستحيل التنزيل ديالو، لان هناك واحد الشبكه ديال المتاريس ديال واحد القوانين اللي غتوضع حد الفكره ان الانسان يحتاج، وبالتالي غادي يكون هناك يد واحده هي اللي كتحكم في الرقاب ديال هادو، هو اليد ديال ارباب العمل. هنا هذا الوقفه جات في هذا السياق هذا، ان يكون واحد النوع ديال العقلنه في التنزيل ديال هذه المشاريع، لانها مهمه للبلاد، للاستقرار ديال هذاك، وكذلك حتى المستثمر اللي غادي يجي خصو كذلك يلقى واحد الجو اللي غيكون جو فيه واحد النوع ديال التوافقات مع بكل المكونات. خصو يجبر نقابات قويه كذلك الادوار ديالها، والنقابه ماشي كلها كنلجا للاضراب، راه الاضراب ما كيلجؤوا له الا بعد انسداد الابواب ديال الحوار. ولكن كاين هناك قلنا ارباب العمل اللي ساهموا في الاخراج ديال اتفاقيات جماعيه هنا في طنجه، بزاف على المجموعه ديال النقابه ديال ارباب العمل اللي كانوا كيلتزموا بهذا الروح ديال ان العامل هو شريك في التنميه ديال الشركه، شريك في راس ديال راس المال ديالها، شريك في الاستقرار ديال المؤسسه، هو رابح. وكذلك هذاك العامل اذا عطيتيه واحد المكافاه فكيزيد في العطاء ديالو. اذا هذا هو الفلسفه. حنا الان في هذه الوقفه هذه هي الرسائل اللي بغينا نوصلوا. كنتمنوا ان في مجلس المستشارين يتم تكون تعديلات جوهريه، وما تكونش تعديلات اللي فيها هذا الجانب ديال الردع وهذا الجانب ديال التخويف، وهذا الجانب ديال الالحاق كما قلنا العقوبات اللي لا قدر الله قد تؤدي بالسجن الى واحد المجموعه ديال العمال اللي كيفكروا انهم يطلبوا الحقوق ديالكم. وشكرا.